في نسخة وحشة منك بتلاقيها ظهرت في التعامل كده مع شخص معين، وفي نسخة حلوة جدا بتلاقيها طلعت مع شخص تاني خالص. انت ما عندكش انفصام في الشخصية، لا ما تقلقش، ولا عندك اضطرابات في شخصيتك خالص ولا في نفسيتك. الفكرة كلها ان انت لما بتيجي تتعامل مع الشخص الغلط الجاف الحاد، النسخة دي بتطغى عليك، النسخة الوحشة بيطلع أسوأ ما فيك زي ما بيقولوا كده، فبتطلع شخصية عنيفة عشان تحاول ترد على اللي بيجيلك من الشخص اللي قدامك. لكن الشخصية اللينة الهينة اللي انت بتتعامل معاها بلطف، هو بالفعل مقدم لك حاجات حلوة كتير، وبيحطك في المكانة اللي انت تستحقها، وبيعاملك معاملة كويسة. فبالتالي شخصيتك الحلوة طغت عليك وهي اللي ظهرت، فبتظهر الطريقة كويسة جدا في التعامل. الشخصيتين بتيجي على حسب الشخص اللي قدامك. عمرك ما هتبص في المراية وتلاقي الصورة نقية وواضحة لو المراية مش كويسة. لازم المراية تكون نقية ونظيفة. فهمت أنا أقصد إيه؟